مواهب عراقي شهير، ولكنه يقسو على شاب عراقي شارك في هذا البرنامج ويوبخه عندما انتقده بشكل مباشر ولاذع قائلا له: طلع ايدك من جيبك، من تعرف بنفسك، انت امام شاشة محترمة. ليتفاجأ الشاب المشارك والمدعو مود، او هكذا يسمي نفسه فنيا، تفاجأ بطريقة حسام الرسام الغاضبة والمحرجة في مخاطبته. لم يتمكن مود من الاستمرار في البرنامج، خرج من المنافسة بعدما حدث، ولكن كما يقولون رب ضارة نافعة ولعله خير. فبعد هذا الموقف حظي الشاب مود بدعم إعلامي كبير تضامنا معه، وأصبح ترند منصات التواصل. شلونكم؟ إن شاء الله مرتاحين؟ يا أهلا وسهلا. شلونكم؟ إن شاء الله مرتاحين؟ طلع يديك من جيبك وقول لنا شنو اسمك. لا ليش؟ لحظة ليش طلع يديه من جيبه؟ لا دقيقة حسام، عمري 24 سنة. ليش طلع يديه من جيبه؟ جاز فنان مال جاز، الكاركتر مالته انه هو يكون ايده بجيبه واحدة من الاشياء، وواضح من القاط ماكو حد يلبس قاط بهذا العمر بهاي الطريقة. يعني هو فنان ارتست مال جاز. شوفوا اذا ممكن حد يسوي له منشن لهذا الولد مود، لين مدى القى حسابه على انستغرام اكون ممنون. اولا حضورك وطلع يديك من جيبك، انت امام شاشة الام بي سي، وهاي شاشة الام بي سي يجب ان يكون هناك دخول غير هذا الدخول. نعم. احنا نشكر حضورك ونتمنى لك ان شاء الله مستقبل زاهر. جدا انت، شكرا جزيلا. شكرا ملاحظتي. اهملها حبي، ما لك علاقه، ستايلك يخبل، صوتك يخبل، تواصل وياي حبيبي تواصل. الجمهور العراقي لم يسكت على الموقف المحرج الذي تعرض له الشاب مود بسبب توبيخ حسام الرسام له، وبسبب قوله طلع ايدك من جيبك، لينشروا صورة لحسام الرسام في نفس البرنامج واضعا يده في جيبه أمام نفس الشاشة، واضعين حسام الرسام في ذات الموقف الذي وضع فيه الشاب مود. هذه هي الصورة التي أمامكم، يظهر فيها حسام الرسام ويده في جيبه أمام الشاشة التي امتدحها. أما الشاب مود لم يظهر ليدافع عن نفسه بعدما جرى. ولكن حسام الرسام، أنت فنان كبير ونحن نحبك بكل تأكيد، ولكن عذرا أنا سأتضامن مع مود وسأضع يدي في جيبي هنا في البرنامج وفي الشاشة وأمام الجماهير. مود معي شخصيا الآن في هذا البرنامج عبر سكايب، في أول ظهور له طبعا بعد هذا الموقف المحرج الذي تعرض له، وبعد خروجه من البرنامج ليرد. أهلا وسهلا بك مود، كيف الحال؟ مرحبا أستاذ صباح، أهلا وسهلا بك. شنو هالإبداع بصوت كاظم الساهر أقول لك. حبيبي الله يخليك، شكرا. مود، ما نريد نتحدث عن الموقف لأن تحدثت عنه هواية، لكن ما هو ردك على الموقف الذي مررت به بسبب حسام الرسام؟ للأسف انقطع الإسكايب، يا ريت لو يرجع لنا. رجع مود، تمام. سمعت السؤال؟ سمعت السؤال بشكل واضح جدا. الموقف اللي صار بصراحة كان غير متوقع. غير متوقع. الموقف كان غير متوقع، هذا هو الكلام الأول كان من مود. نأمل أن يعود معنا مرة ثانية لنستكمل الحوار معه. للأسف يبدو أن النت لا يسعف مود من بغداد ليكون معنا عبر سكايب ليتحدث في أول ظهور له. أتمنى أن يعود سريعا معي. سنذهب إلى التعليقات الآن وبعدها سنعود مع مود لنستكمل الحوار الذي لم نكمله طبعا.